كان في ملك شرير زمان على شعب إسرائيل من بعد انقسام المملكة اسمه أخاب، وكان متجوز ملكة أشر منه اسمها إيزابل، ومن أولادهم وبناتهم بنت اسمها عثاليا. وكان في خلاف وحروب لفترة كبيرة بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية لشعب إسرائيل لما اتقسموا. لكن وقتها قرر أخاب الملك الشرير ده إنه يعمل معاهدة مع ملك المملكة الجنوبية مملكة يهوذا. ملك المملكة الجنوبية كان ملك بيتقي الله اسمه يهوشافاط، وكانت المعاهدة دي إنهم يقفوا جنب بعض في الحروب مش ضد بعض، وكمان يتحدوا مع بعض في التجارة. وعشان يوطدوا العلاقات أكتر اتجوزت عثاليا بنت أخاب وإيزابل ليورام ابن يهوشافاط، وخلفوا ولد اسمه أخازيا. المهم بسبب شر أخاب وكدينونة من الرب من بعد سنين كتير اتقتل أخاب وكل عيلته، واتقتل كمان أخازيا حفيد أخاب ابن عثاليا عشان كان بيساعده في الحرب. وبقيت عثاليا لوحدها في المملكة الجنوبية. تخيل معايا عثاليا يوصلها الخبر عن إبادة عيلتها الملكية كلها في المملكة الشمالية، وفي المملكة الجنوبية واحد من أحفادها هو اللي هيملك، وده من عيلة تانية غير عيلتها اللي هي عيلة نسل داود الملك. قررت عثاليا الشريرة انها تقتل احفادها كلهم وتمسك هي الحكم، وكأنها هي بتنقل حكم عيلتها من المملكة الشمالية للمملكة الجنوبية، وتقضي على نسل داود الملك اللي كان ربنا وعده انه هيفضل ملك من نسله للأبد. لكن الله دبر ان ينقذ طفل رضيع للملك ده كان اسمه يؤاش، خباه ورباه لمدة 6 سنين رئيس الكهنة اللي في المملكة الجنوبية اللي كان اسمه يهويداع. في الوقت ده عثاليا كانت ملكة ومفكرة خلاص انها قضت على كل النسل الملكي لعيلة جوزها وخلاص مرتاحة. لكن بعد 6 سنين يظهر الطفل الوريث للحكم ده ويعلنوه ملك ويعزلوا عثاليا ويقتلوها. كان الطفل ده هو يؤاش، وكان يؤاش ده ملك تحت رعاية رئيس الكهنة يهويداع لحد ما كبر، وكان بيمشي ورا الرب بأمانة طول ما يهويداع ده عايش. لكن لما مات يهويداع رئيس الكهنة انحرف يؤاش وسمع كلام مستشاريه عشان يحيد على الرب. لكن وقف زكريا ابن يهويداع ووبخ الملك على اللي بيعمله، وما كان من الملك يؤاش إلا إنه يقتله. وآخر كلمات قالها زكريا ده إن الرب ينظر ويطالب. وفعلا مات يؤاش في نفس السنة دي كعقاب من الله. العجيب في يؤاش إنه تحول كده بعد موت يهويداع وقتل ابنه ابن يهويداع ده اللي حماه ده، قتل زكريا ابنه لمجرد بس إنه وبخه. وده بسبب ان قلبه ما كانش بيحب الرب. قلب الملك يؤاش ده كان مجرد بيطيع يهويداع ومقدر فضله في انقاذ حياته، لكن ما كانش شايف ان ربنا هو اللي قدم له النعمه دي من خلال يهويداع. وناس كتير يا عزيزي بتمشي ورا كلام ربنا بسبب تقديرهم لناس، لكن مش محبه قلبيه حقيقيه للرب من قلبهم. وبعد ما يمشي او يموت الشخص المؤثر ده هيحيد بشده عن الرب. الله مش عايزنا نكون زي يؤاش ده، لان انا وانت مش صدفه، ولا عناية الله لينا في الوقت ده صدفة. الله رتب حياتك بكل عناية من وانت صغير عشان يعلن ليك ذاته، ومن خلال ظروفك دي تعرفه وتتعلق بيه. ممكن يكون في النهاردة تغيير في حياتك، انه بدل ما انت متعلق بناس ليهم فضل عليك تتعلق بالرب يسوع الثابت اللي بإيمانك وثقتك فيه كرب ومخلص الروح القدس ممكن يغير قلبك ويحط بجد بقى محبة حقيقية ليه، مش معتمدة على الناس حتى لو مشوا او اتغيروا. تفضل قراراتك هي من أجل الرب نفسه، بس محبتك ليه هي اللي بتحركك. تقدر النهاردة تيجي بتوبة وإيمان في عمل المسيح اللي مات وقام من أجل الخطاة اللي زيي وزيك، وقلبك هيتغير وتعيش من أجله في حياة نظيفة مغفورة فيها خطاياك ومتصالح مع الله، وتمشي سكة تعرف فيها الله الحقيقي وتحبه. آمين.